السلام عليكم. معاكم مريم، مريضة زيبة وجالها فشل كلوي وبتغسل كلى. بعمل فيديوهات التوعية وبوعي عن المرض جالي ازاي وصلت مرحلة الغسيل ازاي. النهاردة هنتكلم عن العلاج بتاع الفشل الكلوي والعلاج بتاع الكلى اللي ناقص. علاجات كتير قوي ناقصة مش موجودة للكلى والمرضى غسيل الكلى، اللي هي الحقن اللي بناخدها بعد التشطيب بتاعة الجلسة، والحقن الإبريكس اللي هي أصلا أساسا لمرضى الغسيل، لأن هي لو الأنيميا واقعة أو صفايح أو كرات الدم دي بترفع معانا، فإن هي أصلا مش موجودة وغالية جدا دي كارثة بمعنى الكلمة. والحقن التشطيب اللي بناخدها بعد الجلسة مش موجودة أصلا، يعني أي حد مرضى غسيل كلى هتلاقي ان النقطة دي عنده مش لاقيينها. يعني في نوعين حقن اللي هي البوكوزيم والكرانتين، الاتنين دول مش موجودين، بنلف عليهم صيدليات مصر كلها ومش موجودة، واللي يديهالك عايز يديهالك سوق سودا. يعني حتى الحقن التافهة دي بتتباع سوق سودا، اللي هو احنا واصلين لفين؟ يعني احنا كده واصلين فين في العلاج وفي في الحاجة؟ يعني واصلنا لحد فين؟ الحقن دي لازم تتاخد، يعني دي لازم تتاخد بعد كل جلسة. ما ينفعش نعدي جلسة من غير ما ناخدها. فيعني ياريت نشوف حل، يعني عشان الواحد خلاص تعب. واشوفكوا في فيديو تاني نتكلم عن حاجة تانية ونكون المشكلة دي اتحلت للكل. بس لو تسألوني اكتر حاجة بتمناها في الدنيا ان انا كلمة واحدة بس تتقلي، تبقى اسعد واحدة في العالم ده كله. انتي خلاص عديتي مرحلة الفشل وخفيتي، بطلتي غسيل وخفيتي من الزئبق ورجعتي انسانة طبيعية. ده انا هبقى انسانة، يعني اكتر حد فرحان في الدنيا دي، يعني اكتر حاجة بتمناها من ربنا. هي مش بعيد، يعني الله اعلم، يعني ربنا قادر على كل شيء. يعني تخيل الواحد امنية حياته تبقى ان انتي تبقي كويسة، ما عندكيش اي مرض، انتي كويسة والحمد لله، والدنيا تمام معاكي. يعني بس لكن يعني ان انتي لا، اللي يسألك دلوقتي تسأل اي حد يقولك نفسك تبقى ايه، تقول له نفسي ابقى مليونيرة، يبقى معايا فلوس، مش عارفة ايه. ما يعرفوش ان قيمة الصحة تختلف كتير جدا جدا جدا. وان ان انت او انتي ان انت تقومي كده كويسة ومفيكيش حاجة، وان مفيش علاج يوميا بتاخديه، جلسة، ما جلسة لازم تروحي تاخديها، فدي حاجة يعني صعبة جدا. فيعني الواحد مش عارف يقول ايه، بس بجد الواحد محتاج ان الناس كلها تدعيله ان ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة ويرجع زي ما كان من الاول خالص.